كنت جوعان وفتحت الثلاجة لقيت اكو لحم مفروم، قلت تعالوا خلينا نسوي أكلة كلش طيبة وسهلة أنا وياكم يلا. وهذا هو اللحم، تعالوا نسوي بيه أكلة إلا تخبل يلا. أنا وين اللحم كل شي ما أحب أضيف له تتبيلة، فقط ملح وفلفل أسود، لأن اللحم ما يحتاج أي تتبيلة أو توابل، لأن طعم اللحم كلش طيب، وأنا كاعتقادي الشخصي ما يحتاج أي إضافات ثانية، فقط ملح وفلفل. ويلا تعالوا نضيف الملح والفلفل. هسه نضيف الملح بهذا الشكل حبايب مثل ما تشوفون، شي بسيط مو هواية. ونضيف الفلفل الأسود، الفلفل الأسود ينطي طعم كلش طيب. إذا أنت ما تحب الفلفل الأسود عادي لا تضيف بس ملح، ما أخلي هواي يعني، كلش كافي. وهسه نمزجن مع بعض كلهن. نجيب الماعون ونجي ناخذ شوية لحم هذا الشكل ونسويه هيجي على أي شكل أنتم تحبون. أنا بهذا الشكل حسويه وأخليه بالماعون. نجي ناخذ، لا تسوى كلش ثخينة ولا تسوى كلش ناعمة، وسط بهذا الشكل مثل ما تشوفون. كلش حتطلع فد شي طيبة، فد أكلة كلش طيبة. وإذا تحبون تسوون أشكال بيها بعد انتم بكيفكم. خليها بهذا الشكل. انتم تسوون العدد اللي تحبوه، انا اسوي الدنيا على قدي كلش كافيات. وتعالوا خليني اقول لكم شنو نسوي هسه. وهسه نجيب الطماطة والبصل والبوتيتا وتعالوا خلينا نقطعهن يلا. بين ما تشوفون الفيديو سووا لنا متابعة ولايك وتعليق حلو مثلكم، ويلا تعالوا خلينا نكمل. انا كلش احب البوتيتا، لهذا السبب سويت بوتيتا هواية. وهسه ناخذهن ونغسلهن قبل لا نقطعهن، اهم شي تغسلوهن. يلا نقطعها، قطعهن بهذا الشكل مثل ما تشوفون. طماطاية قطعها بهذا الشكل بنفس الشكل. هسه الخطوة المهمة شلون نسوي اللحم. تعالوا اقول لكم. نجيب الصينية مال الفرن وتعالوا خلينا نسويها بالفرن كلش طيبة وسهلة. وهسه ونحتاج هاي الفرشة مال الدهن، ونضيف شوية زيت بهذا الشكل. وزعوا الزيت على، وبالفرشة نوزع الزيت على كل الصينية. وهذا الشكل مثل ما تشوفون قدامكم، حتى الجوانب هاي منها كلها. وهسه نجي نضيف قطع اللحم اللي سويناها بهذا الشكل مثل ما تشوفون قدامكم. بعد ما خلينا اللحم تعالوا نخلي البوتيتا والبصل والطماطم. هسه بعد ما كملناهن تعالوا اشوفكم شنو سويت كلش حلوة. هذا هو الشكل النهائي مثل ما تشوفون. وزعنا اللحم والبوتيتا والطماطة والبصل بهذه التوزيعة الحلوة. وتعالوا نخليها بالفرن يلا. ويلا نخليها
ونعوفها إلى أن تستوي على نار كلش هادئة. هلا بالحبايب. طبعا اكو شيء اقول لكم بيه، انه اني كلش ممنون لكم. الفيديوهات اللي دا انزلها قاعد تعلقوا لي وتنطوني لايكات عليها ومشاهدات حلوه، يعني هذا الشيء كلش ساعدني وانا كلش ممتن لكم والله يحفظكم. اي شخص يشوف هذا الفيديو اتمنى من عندك تسوي لنا لايك ومتابعه وتعليق حلو، وان شاء الله مستمرين بتنزيل الفلوجات الحلوه، دعمكم نستمر بالنشر يوميا ان شاء الله. هواية اكو محتوى واكو افكار ان شاء الله نسويها انا وياكم سويه، بس اللي نحتاجه دعمكم بلايك وتعليق ومتابعه. وانا هسه كلش جوعان والاكل بعد ما مستوي. اسوأ شيء من انت تجوع وظل تنتظر الاكل لان يستوي. المشكله مو هنا، المشكله تحس الاكل يطول كلش هوايه، هاي المشكله انه الاكل يطول. ولما تكون انت مو جوعان الاكل بساعه يستوي. انا مو جوعان ليش يستوي بساعه؟ بالعكس، اجمل شيء احبه بهذا المكان هو هذا البراد مال مي يمي. بس اسوي هيجي، اسحب الجلاس والمي ينزل. اسهل شيء واحلى شيء. بسم الله. الحمد لله. طبعا دا اشوف تعليقاتكم مش قد حلوه وجميله كلش، هذا الشيء دا يسعدني، قاعد تنطيني دعم لا يتصدق. بين الاكل ما يستوي خلي ننظف المكان اللي سوينا به الاكل حتى يكون نظيف، والنظافه من الايمان. مثل ما تشوفون بقى لحم هوايه، هذا نخليه نسوي لنا فيديو به ثاني انا وياكم ان شاء الله. خلي نضمه بالثلاجه. يلا. هسه قمت شفت الاكل وبعده ما مستوي، لان انا منص النار وكلش خالة على نار كلش هادئه. كل ما تكون هادئه كل ما يكون افضل ويستوي احسن واطيب. طبعا اول ما بديت انزل فيديوهات كنت متخوف من سالفه انه الناس ما تتقبلني، لكن الحمد لله صار العكس، الناس حبتني وتقبلتني بكل سهوله. وهذا بسبب انه انا على نيتي مع الناس. والله يا حبايب كل ما تكون على نيتك مع الناس الله سبحانه وتعالى حيوفقك بكل خطوه بحياتك. دائما خلي نيتك صافيه مع الناس، قول يا الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى باي شيء تحب تمشي اليه او اي شيء تحب توصل اليه. انا من زمان احب هذا المجال، مجال السوشيال ميديا، لان كلش حلو وعاجبني. لما دخلت بيه الحمد لله الله وفقني والناس قامت تحبني ووفقني بهذا المحتوى الله سبحانه وتعالى والحمد لله. واسال الله سبحانه وتعالى يا حبايب انه يوفقكم بكل خطوه بحياتكم، بكل خطوه تمشوها. حبايب طلعت الريحه مال اللحم، بس شنو اعتقد بعد خلي اقوم اشوفها واجيكم. طبعا شفت اللحم بس بعد ما مستوي، يعني مثل ما قلت لكم خليته على نار كلش هادئه وبطيئه حتى تستوي بطعم كلش طيب. وهذا هو شكلها النهائي، وعليكم بألف عافية. مثل ما تشوفون اللوحة الفنية ايش قد حلوة. يلا خلينا نذوقها. هاي صغيرة. خبر. متيتها انصحكم بها، كلش طيبة وكلش سهلة والف عافية. طعم اللحم يموت، بدون تتبيلة بدون كل شيء. شوف البصل، شوف. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون عجبكم، ولا تنسون لايك وفولو وتعليق حلو مثلكم، وإن شاء الله مستمرين بتنزيل الفيديوهات. والسلام عليكم.